احنا زمان كنا بنقعد نقول ان العالم ده احادي القطبيه ولا ثنائي القطبيه، كانت الناس تتكلم في النقط دي. فكنا نقول ان احادي القطبيه، دلوقتي انا بتكلم بقى ان هو مش بس في السياسه، لا ده كمان في التكنولوجيا. فبقى النهارده عندي نقدر نقول ان العالم بقى ثنائي القطبيه او حتى كمان متعدد الاقطاب في التكنولوجيا كمان، مش بس في السياسه. بمعنى ان امريكا كانت متفرده بالنقطه دي. طبعا اوبن اي اي لما طلع عمل طفره، يعني كان خلاص كل التكنولوجيا الامريكيه والاستثمارات في الاوبن اي اي وكذا، فدي كانت قايمه عليها بورصه، دي استثمار، تقدري تقولي استثمار عالمي. البورصه التكنولوجيه هناك طبعا استثمار كبير. فالنهارده ما فيش حد يحب ان هو يبقى له منافس كده طبعا، وما حدش يحب انه يبقى له منافس هو في الاصل منافس سياسي ليه. فالنهارده بقى منافس سياسي تكنولوجي. فبقى النهارده في بينهم سباق. انا عايزه اقول لك ان في وقت من الاوقات السابقه طبعا يعني مش بس غالي، لا ده رخيص ومفتوح المصدر. هم اصلا احنا خلينا، انا دايما اقول لك ايه، احنا نمنا صحينا لقينا في ديب سيك، هم كمان ناموا صحي لقوا في ديب سيك. يعني تخيلي برضه، حطي برضه نفسك مكان شركه اوبن اي اي، وطلع النهارده شركه منافسه، ومش بس منافسه، دي محققه يعني عامله الحاجات، الموديل ارخص، الاستثمار فيها احسن، راحت موقعه له البورصه في ثانيه واحده. ليه؟ لان انا النهارده كمستثمر حاطط فلوسي هنا، ايه ده طلع في حاجات تانية احسن، بس احنا ما كناش عارفين. فانا بتوقع دايما ان زي ما قلت لك كده، بدل ما هو هيبقى ثنائي القطبيه في التكنولوجيا، يعني لا، العالم ممكن يكون متعدد، يعني في تعدديه قطبيه برضو في التكنولوجيا، ويظهر بقى منافس ثالث مع الصين، مع امريكا، مع كذا. يعني انا اعتقد دوله الامارات ممكن جدا ليه لا، ده شيء مشرف، يا ريت والله، دي تبقى حاجه، يعني حاجه صحيح. فعلا مشرفه. عايزه اقول لك بقى حاجه، ان هي في الاول في الاخر استثمارات، هي شركه يعني فلوس، يعني راس مال، يعني بورصه. هو ما يعرفش بقى اصل ده منافس، ده مش منافس. بس انا بقول لك حاجه، يعني خلينا ارجع كده اقول حته كده ليها علاقه ما بين امريكا والصين، وخلينا نقول يعني ممكن تكون سياسيه، ده صراع تاريخي. بالظبط، ده صراع تاريخي. ده زمان لما قالوا لك ده سرقوا مننا التصميم بتاع الاف 35 بتاع الطياره، والصين قال لك لا مش عارف ايه. فهو ده برضو كده، يعني ده صراع ما بينهم كده، صراع او خلينا نقول سباق تسليح تكنولوجي، انا دايما بسميه كده. كل ما هتلاقي ان اوبن اي اي اتقدمت خطوه، هتلاقي ديب سيك تقدم خطوتين، هتلاقي ده تقدم خطوه، هيفضلوا كده لحد ما حد منهم يتفرد الساحه، او يظهر شركه، او بقى انا مش بقول شركه، يعني هو طبعا اقتصاد او راس مال كبير، منافس ثالث يركزوا معاه بقى بالظبط هما الاثنين وهكذا. ممكن كمان تعرفي، ممكن بعدين تلاقي ان في شركات اصغر استحوذت عليها شركات اكبر، مثلا زي ما احنا بنقول كده في السياسه القوى الصاعده، لا دي مثلا برضو ممكن تكون قوه تكنولوجيه صاعده، ويتم الاستحواذ عليها، وبناء عليه يا اما اوبن اي اي تكون قوتها اكبر، يا اما الديب سيك بقى تنفرد، ونشوف بقى حاجه في اللعبه دي.